السلام عليكم حبايب قلبي، يلا بينا في حلقة جديدة من أمنية وأن تحققت. ما ننساش نحط اللايك الجميل بتاعنا ونشترك في القناة ونفعل بقى زر الجرس عشان يوصل لنا كل الجديد. بتيجي هنا رو وهي عمالة بتبكي وبتفتكر طبعا كل ذكريات أرمان، وإزاي كمان إن هي ترجده على مسألة الزواج، ولكن هو قال لها إن عيلته أهم منها بكتير. بتيجي هنا فيديا الجميلة وهي عمالة بتستعد كده وعمالة بتزين في روهيت، ولكن روهيد باله مشغول عند أرمان خالص. وبتطلع هنا كجال وبتقول يلا بقى عشان خاطر أمي بتستدعيك، شكلك جميل ووسيم جدا يا حبيبي. برضو بعد ما بتحضروا فيديو كده وبتلبسوا العمامة وبتحط له الكحل كعادتهم كده ورا الأذن، يعني عشان خاطر ما يتصابش بالعين، كلهم طبعا بيبقوا فرحانين. وبيجي منيش هنا وعمال بيقول لهم أرجوك ما تبكوش بقى، خلوها كده تحظى بالسعادة. ولكن بتيجي كمان سوريكا بتقول أما نشوف مين فينا اللي هيبكي ساعة يعني حفلة توديع ولحظة وداعها من المنزل، أما نشوف هتبكي ولا لأ. بيقول لا طبعا انا مش هبكي، انا كمان هفرح عشان خاطر هحول الغرفة بتاعتها لمكان علشان خاطر اعمل فيه، ومش هبكي ابدا في حفل كمان التوديع. بتيجي الجميله عماله بتقول له جدي اللي دايما بيبكي على طول الطفل الجاف. طبعا بيضحكوا عليها وبيقولها لا قصدك يعني الطفل الباكي. بتقول لهم ايوه كعادتها وهي صغيره، ايوه انا اقصد كده. بيبكي منيش وبيقول لها فاكره وانت صغيره لما كنت مصممه انك ترسمي الدايره من غير مركز، وكل المعلمه تقول لك لازم ليها مركز يا روحي، وانت تقولي لا. دلوقتي فعلا ان حياتنا هتبقى من غير مركز يا روحي، لان انت مركز حياتنا، لما تمشي من هنا حياتنا هتبقى صعبة جدا. قالت له ولكن هرجع على طول. بتقول لها سوري كأمي بواجباتك ككنة، ولكن بتقول انا هقوم بواجباتي ككنة وكابنة ليكم طبعا. وبتيجي هنا الجدة وعمالة بتقول له انت زعلان طبعا ان اخيك مش موجود، اعتدت ان انت تمسك اصابعه من وانت صغير، ولكن دلوقتي هتمسك ايد حد تاني لازم تركز عليه، ومدام أرمان وعدك إن هو هيحاول يبقى أكيد هيجي. وبيجوا يقولوا له يلا بقى يا أخي عشان خاطر موكب الزفاف في الخارج. بتيجي هنا أبهيرة المسكينة وهي عمالة بتعيط وماسكة إيد أكشو كده وعمالة بتكتب أمي هتبقى بخير، أمي أكيد هتبقى كويسة. طبعا بيبقى صعبان عليه أرمان الوضع جدا. وعلى النقيض التاني طبعا عائلة بودار وهم مبسوطين جدا وفي منتهى السعادة، حتى منيشة عمالة بترقص كده وبيضحكوا كلهم عليها وبتقول أنا فرحانة إن الكنة الجديدة هتيجي، مسؤولياتي كمان هتقل. بترد هنا الجدة وبتقول لها مسؤولياتك ايه يا منيشة، انت بتصحي الساعة 11 اساسا وبتعملي ايه غير انك انت عمالة تتناولي الوجبات طول اليوم؟ قالت لا انا بتناول وجبات قليلة، انا كمان متبعة دلوقتي حمية غذائية وظبطت المنبه كمان على الساعة 10. بتضحك طبعا وكلهم بيضحكوا عليها وبيقعدوا يرقصوا ويغنوا كده علشان خاطر الزفاف. وبيجي روهيت هنا وبيتصل بأرمان وبيقول له انت فين يا اخي، انت عارف ان انا سعادتي يعني تكمن فيك انت، لو انت مش موجود انا مش هبقى سعيد. بيرد الوسيم الحزين بتاعنا وعمال بيقول له لا ارجوك انا عايزك تبقى سعيد، وكمان انا مجبر ان انا ما اجيش هنا في مساله حياه او موت. بيرد بيقول له هنا روهيد خلاص يا اخي انا مش هجبرك، ولكن ما تزعلش مني بقى لما تبقى الصور كلها بتاعه الزفاف ما فيهاش ابتسامه خالص، لان انت ابتسامتي يا اخي وابتسامتي مش موجوده معايا. بيقول له انا عايزك توعدني وعد يا روهيد ان انت كمان تحافظ على روحي وكمان تخليها سعيده وما تبكيهاش ابدا. بيقول له روهيت على فكرة أنا أخوك، المفروض تاخد الوعد منها هي مش مني أنا، وعامة مادام أنت مصمم كده أنا بوعدك إن أنا هخليها سعيدة العمر كله، وأرجوك بقى خلص المهمة بتاعتك على طول وتعالى. طبعا بيقفل هنا أرمان وعمال بيبص كده على أبهيرة وكمان أكشو، بيلاقي طبعا إن أكشارة مش قادرة تاخد نفسها وبتصرخ هنا أبهيرة وعمالة بتقول أرجوك يا دكتور تعالى، أرجوك يا ممرضة اذهبي كده ونادي الدكتور. ولكن بتخلع القناع كده أكشارة وبتقول للطبيب ممكن تقولي فاضل لي قد إيه من الوقت؟ بتقول لها ما تقوليش كده يا امي، اكيد هيجي العلاج وكل حاجه هتبقى بخير. ولكن الدكتور بيقول ان فاضل لها بس بضع دقائق. طبعا بتعيط هنا ابهيره وارمان وبتيجي بتقول له انت ازاي بتقول كده، هو انت طبيب يعني ولا انت الاله اللي انت ممكن تحدد مين يعيش او مين يموت؟ طبعا انت المفروض تعمل المستحيل عشان خاطر تنقذ والدتي، ارجوك اتوسل اليك. بتنزل عند قدم الدكتور كده، ولكن الدكتور بيسيبها وبيمشي، وبيبقى ارمان كمان حزين عشانهم. طبعا بتمسك هنا أكشارة إيد أرمان وبتنادي عليه، بيقول لها أيوة يا سيدتي، وبتمسك كمان إيد أبهيرة وبتقول لها أيوة يا أمي. بتسكت كده وبتقول لها خليني أتكلم وأرجوكي ما تقطعنيش يا حبيبتي. بتيجي وبتنادي على أرمان تاني وبيقول لها بسببي أنا كل اللي حصل لك دي يا معلمتي. قالت له لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده، أنا مش عايزاك تعمل أي شيء غير إن أنت توعدني. قال لها أنا ممكن أعمل لك لدرجة إن أنا أديكي حياتي. قالت له أنا مش عايزة حياتك يا أرمان، أنا عايزاك تنقذ حياة تانية. بتبص كده وبعدين بتقول له تزوج من أبهيرة وانقذ حياتها يا أرمان. طبعا هنا صدمة للجميع، صدمة من أبهيرة وصدمة كمان من أرمان، بيبقى مش مصدق الكلام. بتقول لها لا يا أمي ما تقوليش كده. قالت له يفراج مش هيكف أبدا عن مطاردتها، هيفضل طول عمره يلحقها، دي أمنيتي الأخيرة، أرجوك تزوج من ابنتي.
طبعا بيبقى أرمان هنا عمال بيعيط وبيفتكر وعده كمان لروحي إن مفيش أي حد هيجي مكانها أو هيحب أي حد غيرها. بتقول أبيرة وهي عمالة بتبكي: لا يا أمي أنا مش هتجوز أرمان. قالت لها: والدتك هترحل يا حبيبتي، أرجوكي أرجوكي ما تقاطعنيش واسمعي كلامي، أنا استحالة هتركك أبدا ليفراج اللي هيفضل يطاردك ومش هيسيبك أبدا. بتبص الأرمان كده وبتقول: الشخص اللي جه ساب كل حاجة عشان خاطر ينقذ حياتي أكيد هيعمل المستحيل عشان خاطر يحمي زوجته. بتعيط هنا وبتقول لها: أرجوك يا أمي أنا مش عايزة أي حد غيرك أنت في الحياة. قالت لها: والدتك هترحل خلاص يا حبيبتي، هو أنت كمان مصممة إن أنت ما تقتنعيش بكلامي؟ دي كمان أمنيتي الأخيرة، استمعي ليا ووافقي على الزواج من أرمان أرجوك يا أبيرة. بتعيط هنا أبيرة وبتبقى أكشارة خلاص يعني زي أنفاسها الأخيرة كده، وبتقول: أرجوك رد عليا، الأمر بسيط جدا، يعني اتخذوا القرار بسرعة، أيوة ولا لأ؟ بيعيط هنا أرمان وكمان أبيرة وبتقول: أرجوكوا خلوا روحي كمان تشعر بالسكينة، لو أنت وافقت روحي هتشعر بالسكينة. بيقول لها: يا سيدتي على فكرة أنا هخليها كمان تعيش في أمان وهفضل صديقها العمر كله ومش هخليها في أي حاجة ناقصاها، وكمان هكمل معاها مسيرة المحاماة، ما تقلقيش خالص، يعني أنا كمان ممكن مبقاش الشخص المناسب لأبيرة. ردت أبيرة وقالت له: مش أنت الشخص المناسب ليا. بتيجي أكشارة وبتقول: تمام، انت بتقول ان انت هتبقى صديقها صح وهتسير معاها العمر كله، بس ممكن اخد منك ضمان. بيقول لها: ايه يا سيدتي؟ قالت له: هتضمني ان المجتمع ما يقولش على صداقتكم شيء خاطئ وما يقولش كمان عليكم اي حاجة وحشة؟ طبعا يا ارمان ولا متخذاتي اخدان. وبتيجي اكشو الجميلة وعمالة بتبكي وبتقول له: ارجوك انقذ بنتي وتزوجها، لان المجتمع مش هيرحمها ابدا، اذا كان لما كان يفراج بيتعقبها المجتمع كله قاعد يشكك فيها وفي شخصيتها، العالم ما بيحترمش العلاقات ديت، ارجوك انت كمان لازم تدي اسم للعلاقة بتاعتكم، جبني يا أرمان ورد عليا هتتزوجها ولا لأ؟ بيفتكر طبعا كل الكلام اللي كان مع روحي وازاي كمان لقائه بيها الأول وكل شيء، وبيفتكر كمان ازاي أكشارة أنقذت حياته وبتقوله: جاوبني أرجوك واخبرني موافق ولا لأ؟ تبدأ كده المؤشرات بتاعة أكشارة بتقل خالص وبيقول: أنا هتزوج أبيرة يا سيدة أكشارة. طبعا بتستغرب أبيرة إن هو وافق وبتقول لها: أرجوك يا أمي أنا مش عايزة أتزوج من أرمان، استحالة هتجوز منه. قالت لها أبيرة: اسمعيني. قالت لها: يا أمي الزواج مش هو الحل، أرجوكي أنت بتنزفي جامد جدا لازم ننادي الطبيب، أرجوكي هنعالجك على الفور. بترد بتقول لها: حبيبتي أنا مش قدامي وقت كتير، أرجوكي ما تفضليش كده تهديري الوقت بتاعنا في الجدال وفي الشجار، لازم تعرفي إن إحنا مفيش قدامنا وقت، يلا نلعب اللعبة اللي احنا بنلعبها مع بعض زي ما بنقولها عندنا طوبة ورقة مقص. وقالت لها: يلا العبي مع والدتك آخر مرة، هما متعودين بيعملوها مع بعض في كل القرارات. وبتقول لها: أرجوكي حطي الماسك يا أمي والطبيب موجود هنا هتبقي بخير. قالت لها أبيرة: اسمعيني الطبيب ما يقدرش يعمل لي أي حاجة لأن هي خلاص في أنفاسها الأخيرة. بتقول لها: أنت الوحيدة اللي تقدري كمان تعملي شيء، وافقي على الزواج من أرمان أرجوكي حبيبة قلبي. أي نعم لو كنت مكانك ما كنتش هوافق، لكن أنا مش مكانك يا حبيبتي، أنا أم هتسيب بنتها وحيدة في الحياة وخايفة عليكي، اعملي لي المعروف ده يا أبيرة ووافقي كمان على الزواج. بتلاقي برضو المؤشرات عمالة بتقل واحدة واحدة كده، بتتخض طبعا أبيرة وبتقولها: خلاص يا أمي أنا هتزوج من أرمان. بيجي الطبيب ويقول: السيدة أكشرة قدامها وقت قليل جدا، أنا هعمل كل الترتيبات بتاعة الزواج. بيجي هنا كمان الموكب بتاع الزفاف بتاع روهيت وهم مبسوطين جدا وفرحانين وبيقفوا قدام قصر جوينكا وكلهم بيبقوا عمالين كده بيضحكوا مبسوطين، وكمان سوارنا وسوريكا بيرقصوا معاهم، حتى منيش بيبقوا الجميع كله في حالة سعادة كبيرة جدا. وبتيجي كمان هنا سوارنا كالعادة بتسحب أنفه كده عشان تدخله في المنزل، يعني بيقولوا عشان يفضل عنده كده طواعية لأهل مراته، ولكن بيرفضوا كده إخواته: لا لا ما تعمليش كده. بيقول: لا أرجوكوا بقى خلونا عشان خاطر كمان يتم الزواج. بترد الجدة وبتقول: مادام هو مستعجل كده بقى اسحبيه من أنفه ودخليه كمان القصر. فعلا بتعمل كده، ولكن بتيجي سوريكا وبتسأل بتقول: في شخص مش موجود، أرمان فين؟ معقولة ما يحضرش برضه زفاف أخيه؟ بيجي أرمان هنا طبعا وهو حالته كده لا يرثى بيها وعمال يفتكر كل ذكرياته مع رو، وكمان بيفتكر اللي حصل مع أبيرة وانه كمان وعد رو محدش هياخد مكانها ابدا في قلبه، وبيلاقي اللي هيعقد الزواج دخل كده على السيده اكشاره، وبيفتكر كلام السيده اكشاره طبعا على موضوع ان مفيش مسمى هيطلق على صداقتهم غير بيكون شيء وحش جدا. بتتصل هنا روحي بيه وبتقول له: ارمان انا خلاص هتزوج.
بيعيط أرمان طبعا بيقول لها أنا كنت عايزة أقولك على شيء مهم جدا، الحقيقة أنا مش عارف أعمل إيه. قالت له أرمان أنت بخير؟ في حاجة حصلت لك؟ بيقول لها في حاجة مهمة جدا. ولكن بتدخل عليها جيفالي صديقتها بتقول لها يلا عشان خاطر موكب الزفاف وروهيد كمان مستنيكي. بيقع منه التليفون وبيقعد يبكي وبيفتكر كلام رو وهي بتترجاه وبتقوله خلينا نروح نقول للعيلة. طبعا يا ترى هو ندمان انه ما عملش كده ولا ندمان على ايه بالظبط؟ بيعيط كده ارمان وبيجي الدكتور وبينادي عليه، بيمسح دموعه وبيقول له تعالى ارجوك لان احنا عطينا للسيده اكشاره دواء عشان خاطر يخفف الالم، لكن مش هتقدر تستحمل اكتر من كده. بتيجي ابيرا الجميله وهي برضه عماله بتبكي، وكمان رو وهي عماله بتبكي. كل الفتيات في المسلسل عمالين بيبكوا مش عايزين يتزوجوا، اذا كانت رو بتبكي ان هي تتزوج من روهيت، ولا اذا كانت ابيرا برضه الجميله عماله بتبكي ان هي تتزوج من ارمان، وكمان خايفه على اكشاره ان هي تسيبها وتمشي. بتقعد تعيط كده الجميله لغايه ما بتوصل للغرفه بتاعه اكشاره، وباول ما بتشوفها اكشاره طبعا بتبقى تعبانه جدا، والطبيب بيقول ارجوك ما عندناش وقت كتير. وعلى النقيض التاني روهيت وروهي وهم بيلبسوا مع بعض الأكاليل وكمان أبهيرة وأرمان. وبتنتهي هنا حلقتنا، إلى اللقاء.